الجزائر ستسقط الجمهورية الخامسة عاجلا أم آجلا. يا قناص، يا إما لا لحظة، اصبر يا تحترم عقول الناس يا شوف أنا ما أقبلها يا سعد، هذا رأيي راح نعبر عليه، هذا رأيي. أي رأي يا أخي احترم الناس يا أخي، احترم يا أخي في ناس بيسمعوك يا صاحبي، في ناس بيسمعوك. خلي يسمعوني الناس أني غلط، خلي يسمعوني، هذا الدور تاعي، خلي يسمعوني الناس. أخي أسعد، قلتها لك مرارا وتكرارا أن الجزائر سوف تسقط الجمهورية الخامسة عاجلا أم آجلا، والدليل كان في الحكومات، الحكومة الأولى والثانية والثالثة، والدور على الرئاسة في الأيام القليلة العاجلة، والدليل على أن ماكرو أوجعه خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضرب في الصميم وأخرج الفئران من الجحور، وبدأ ماكرو يتحدث ويقول صنصال وبنصال: أين حقوق الإنسان يا ماكرو في غزة؟ أين حقوق الإنسان يا فرنسا في غزة التي تريد إخراج صنصال من السجون؟ صنصال ابن حرام، ابن مرتزق لقيط. ألا تعلم يا صنصال لا يسقطه يا أخي، لا يسقط الله. صنصال أن الجزائر بلد مليون ونصف مليون. أخي لو سمحت، سب صنصال لكن بطريقه تبون الدبلوماسيه، يقولوا لا بلاش. لا بسقط اللايف يا اخي، بسقط اللايف هذا المفردات اللي انت بتقولها. لا شوف، خليني شوف اخي اسعد، اقسم لك بالله اني اشفق على ماكرو ايامه الاخيره في الرئاسه، اقسم لك بالله، اقسم لك بالله. الا تعلم ان الناخبين في فرنسا، الناخبين الجزائريين ذو الاصول فرنسيه الجزائري، عندهم فرنسي الجنسيه الجزائريه الفرنسيه، عندهم فرق كبير في الانتخابات الفرنسيه. تعلم اخ اسعد ولا ما تعلمش؟ نعم اعلم. الجاليه الجزائريه المسجله في فرنسا اللي عندها الكوات 6 ملايين. بارك الله ما شاء الله. 6 ملايين دير فارق في الانتخابات. ولكنكم فرنسا شريكه فيكم. نعم شراكه يا اخي، في شراكه في الابناء. نعم خليني نهضر برك، خليني نهضر. تقول لي يا اخي في شراكه الابناء، ماذا يقصد ان الشركاء في الابناء؟ بروباغندا ماكرو سيذهب الى الجحيم. انا اقولها لك من الجزائر، والله ان ايام الاخيره لماكرو قد اتت، وستسقط حكومه ثالثه، وتاتي الرابعه وتسقط الجمهوريه. وهذا كلام القناص، سجله عندك. والله يا اخي اسعد، ونعرفك انسان على بالي تهضر الحقيقه. في حياتك فرنسا طاحت في ازمه اقتصاديه كيما اللي راهي طايحه فيها دركا؟ ايوه، من قبل طاحت 20 مره وقامت. لماذا بالله عليك، لماذا سقطت فرنسا بازمه اقتصاديه؟ اكيد بسببكم، اكيد انتم بتتآمروا عليها. بسبب الافارقه كل فاقوا باللي فرنسا كانت تستنزف الثروات تاعهم. فرنسا خربشت في الجزائر وما على بالهاش بلي الجزائر هي قاطره افريقيا، والجزائر القرار اللي ديروا راح يتبعوها لي سافريك. يا اخي السنغال حوزت فرنسا، بوركينا فاسو حوزت فرنسا، فرنسا لا زالت الا في المغرب، لديها دوله واحده المغرب وكفى. المغرب قد قاتلها المغرب، راهي مع المغرب، واللي الافارقه كيما دول افريقيا اكل قالت لفرنسا ما عندي حتى معامله معك، هزي باكاجك، خلينا حنا دول ذات سياده، ما نتعاملوش حنا مع مستعمر سابق. والله يا اخي اسعد، هذا كلامي، ولا بغيت تضحك اضحك. ساقول لك بان الجمهوريه الخامسه ستسقط في القريب العاجل. يا اخي اللوبي الجزائري في فرنسا لوبي كبير جدا، اقسم لك بالله، يلعب دور في الانتخابات البلديه. ايوه يا اخي يا حبيبي، هو في الجزائري لازل لكم النصف، لكن عاد ماكرون يشارككم في الابناء. لا يهمنيش هذاك مسكين، الخطاب تاعو ما لقاش واش يهضر. ايوه بس هو موضوعي اليوم هذا. عندك انت تحليل لمساله ماذا يقصد مسكين راحت له البوصله، ماذا يقصد انه مشارككم في الابناء؟ انا اريد افهم هذا النقطه يا اخي. اسمع، كيما يقول نتنياهو فلسطين اسرائيليه، هكاك صارت الماكرو يقول الجزائريين ابناء فرنسا. يا مستعمر ما يعترف بالجرائم تاعو او ما كانش منها، ما يعترفش واش دار. لماذا لا ترد عليها؟ وماذا يقصد؟ ردت عليه الدوله الجزائريه. ماذا رد؟ قال له ماكرو مراق وجنرالاتك جهال دخلوا للجزائر، لقاو الشعب الجزائري كله قاري كله فاهم، انتم جيتوا كجهله تقطعون الرؤوس. يا اخي بالله عليك، انسان قاري وفاهم يجي يقطع راس تاع انسان؟ حول ولا قوه بالله عليك يا اسد، جاوبني. لا هذا لا مستحيل. انت انسان قاري العلم،
وعلى بالك بلي راح دير جريمه تقطع راس واحد وتديه معك المتحف. لا الا اذا كان نعجه ممكن. معليش ما يهمش، هذاك شهيد ربي يرحمه عند ربي. هذو الشهداء ما نقدروش نطعنوا فيهم، حنا ناس عند ربي. شي اللي دار ويتحاسب عند ربي. والله يا اخي اسعد، انا اقول لاخوتنا المغاربه ما دخل المغاربه، ما دخل المغاربه يا اخي، هما اللي مازالوا حاكميننا فرنسا، هما مديرين يا اخي. ايش دخل المغاربه يا اخي؟ ما قالش يا اخي، ما ماكرون ما قال لمحمد السادس انا شريك معك في الابناء. البرلمان قلم يا حبيبي فرنسا والمغرب كانوا يحاربان. قل لي انت بيهينك ماكرون وانت تروح تنتقم بالمغرب؟ رد على ماكرون يا اخي، والله يا ماكرون، رد على ماكرون، رد. شوف احنا يا اخي ورونا شجاعتكم في الفرنسي، ورونا شجاعتكم في الفرنسي. ما تتألمش بالعقل يا اخي سعد، لماذا تتألم؟ ربي يهديك يا سيدي. ايش اتألم؟ ما بين اتألم، انا اريد ادقدقك. لو انت قدامي والله لا ادقدقك، والله لا والله لو انت قدامي ادقدقك، والله لا ادقدقك والله. معليش اسعد خويا، خليني نكمل. الرئيس الفرنسي قام بخطاب البرلمان المغربي وقال بالحرف الواحد ان فرنسا والمغرب داروا صفقه تعشيش مع بعضهم يحاربوا في الجزائر. اخي هذا مش كلامي، هذا وكاين مسجل، انا مانيش نكذب. يا اخي ماكرو دخل في الحياه يا اخي، كيما راهو يقول مجلس الامن في الصراع هذا صار بين فرنسا والجزائر، هو اكل على الموقف الفرنسي تجاه القضيه الصحراويه. هذا نقوله بكل صراحه. اذا كانت فرنسا عضو في مجلس الامن والامم المتحده وتتخذ القرارات الخطا، هل هذه دوله؟ هذه ولات زريبه يا اخي، هذه زريبه. اذا كانت الامم المتحده تقول باللي القضيه الصحراويه قضيه تصفيه استعمار، وياتي ماكرو ويقول الصحراء اونيزونتال ونعترفوا بالحكم الذاتي. يا اخي هذا ليس رئيس، هذا بهلواني ومهرج ومراهق. اقسم لك بالله يا اخي اسعد، يا اخي والله راهم يضحكوا عليه سياسيين فرنسيين، قالوا هذا مهرج، هذا رئيس فرنسي مراهق مسكين مهرج، جا لح فرنسا لحها في حيط وزاد مع مرة يلف مع دولة راسها خشين. الجزائر راسها خشين، الجزائر ما تعترف حتى بواحد. حنا قال لك نيفو الخسارة، احنا فرنسا واش نستفادوا بها؟ طيب يا اخي الناس